وكل ده وانت مش داري يا ناسيني وانا جنبك. حاولت كتير ابوح واشكي مين قال إن واطلب السفر والابتعاد حنوني منك. بيقدر يساعد الإنسان على النسيان؟ كل ده وانت مش داري يا ناسيني وانا جنبك. سافرت اسكندرية حاولت كتير ابوح علشان أغرق واشكي همومي في البحر. واطلبك ودي منك. لقيتك في السماء عالي وانا في الارض مش طايلك. حضنت الشكوى في قلبي وقطعت الروح على املك. بس الأمر ما اتغيرش، كنت بشوفها قدامي في كل مكان. وبالصدفة قابلت جيهان المحامية، كانت بتمشي لوحدها وكان شكلها تعبان قوي. كانت خست كتير وحوالين عينيها هالات سودة. أنا معرفتهاش لحد ما جت هي وسلمت عليا. أرجوك يا حلمي وصلني الأوتيل، أنا تعبانة أوي، المغص رجع لي تاني. ورحت معاها لأوضتها وطلبت الدكتور. إزيك يا حلمي؟ متهيألي إن سنين كتير مرت من غير ما أشوفك. أيوة، فعلا مرت سنين. مالك؟ زي ما تكون مهموم، دي مش عوايدك. هموم الدنيا. ما كنتش أفتكر إن الهموم دي تقدر تقربنا. كنت دايما راجل قوي. الإنسان ما يقدرش يعيش قوي للأبد، مش كده؟ تقصد إيه؟ أقصدك انتي. أنا شايفك مش قوية زي ما كنت زمان. أنا أنا عمري ما كنت قوية. أنا كنت دايما بقتل نفسي، طول عمري وأنا بقتل نفسي وما لقيتش حد ينقذني. انتي يا جيهان قتلتي كل اللي حاولوا ينقذوكي. انتي عارفة كده كويس، وعارفة حياتك كانت عاملة ازاي. أيوة عارفة، خلاص مفيش فايدة. ما تقوليش كده، الإنسان ممكن إنه يبدأ من جديد. تفتكر كده؟ أكيد. أشكرك على التشجيع ده. قولي يا حلمي، لما كنت بتفتكرني كنت بتفتكرني ازاي؟ ست لطيفة ولا وحشة؟ ما قدرتش أقول لها على الحقيقة، وهي إني عمري ما افتكرتها إلا النهاردة. قلت لها وأنا بجاملها وأحاول أرفع من معنوياتها. كنت بفتكر اللحظات الجميلة اللي عشناها سوا. قد ايه انت راجل رقيق وجميل وشهم. قد ايه كنت بحبك. قوليلي الحقيقة يا جيهان، انت كنت بتحبيني بجد؟ يا ابني انا محبتكش وعمري ما حبيت حد. مفيش راجل في الدنيا يستحق الحب. انت بتحلم بحاجات مش موجودة. سيبك من الفلسفة وقولي، انت حبيت؟ أيوة حبيت،
ومين قللت البخت دي اللي ضحكت عليها؟ أنا ما ضحكتش على حد. يبقى ضحكت على نفسك، وأعمل كده ليه؟ علشان تخلق قصة وهمية تجمل بيها حياتك وتكذب على نفسك. الحب هو اللي خلقني، مش أنا اللي خلقته. أنا ما أقدرش أخلق حب. دي أشعار، لكن الواقع غير كده خالص. وإيه الواقع عندك؟ الحب هو مجرد عذر علشان نقضي أوقات جميلة في السرير. إحنا مش في حاجة الأعذار علشان نجتمع في فراش. الغريزة بتتكلم بالنيابة عننا، وهي تتكفل بكل حاجة. وإيه المانع إننا نطلب مزيد من البركة؟ لقاء الفراش ممكن يتم على أحسن وجه، بس ما يحصلش الحب. وممكن ما يتمش ولا مرة، بس يكون الحب موجود. ده كلام فارغ. حسيت إن كلامي ضايقها، وخرجنا من حوارنا ودق الباب. افتح الباب، ده أكيد الدكتور. دخل الدكتور وفحص جيهان. كانت بتتلوى من الألم وهي بتطلب منه حقنة مسكنة. فتح شنطته واداها الحقنة وروح الدكتور. وبعد دقايق رجع لجيهان مرحها تاني. ودلوقتي احكي لي يا روميو عن حبك، عشان أنا من زمان ما سمعتش نكتة ظريفة. حبي مش نكتة يا جيهان. خلاص خلاص، سد ما تعيطش. وادي المنديل، خد امسح دموعك. انتي ما تقدريش تتكلمي عن اي شيء بدون ما تسخري منه. انتي مش قادرة تتصوري ان ممكن يكون في حقيقة ولو على سبيل الصدفة. حقيقة؟ حقيقة ايه؟ الدنيا كلها كدب في كدب. الدنيا في حد ذاتها نكتة. خليكي ماشية ورا آرائك اللي حطمتك. اهو انتي قدامي، كبرتي في السن، وحيدة، لا راجل ولا حب ولا ولد ولا بيت ولا حتى صديق. وحيدة، مريضة، في فندق مهجور، وفي بلد ما تعرفيش فيه حد. في فشل أكبر من كده ليكي ولآرائك؟ في عقاب أكبر من ده؟ حرام عليك يا حلمي، حرام عليك، ما تقتلنيش، ما تقتلنيش يا حلمي. أنا مسكينة، أنا محتاجة للعطف والحنان. عمرك ما هتلاقي العطف والحنان إلا لو اديتيه الأول. أنا مش قادرة أدي أي حاجة عشان ما عنديش لا عطف ولا حنان. أنا مسكينة. مسكينة. أنت ما تعرفش أي حاجة عني. أنا أعرف اللي يكفيني. أبدا، أنا هقول لك الحقيقة اللي ما تعرفهاش. أنت عارف سر نوبات المغص اللي بتجيني؟ أنا مدمنة يا حلمي، مدمنة مورفين. أنا بتحايل على الدكاترة عشان أخد حقن المورفين. أنا مدمنة مورفين من زمان. كانت مفاجأة ليا تماما. حسيت بالشفقة نحوها. جيهان، انت لازم تدخلي المستشفى وتعالجي نفسك من الإدمان المدمر ده. مفيش فايدة، حتى لو عالجت الإدمان هعالج حياتي إزاي؟ إزاي هعيش من غير حب ومن غير هدف ومن غير إيمان؟